كلنا بيجي علينا وقت وبنمشي في أنفاق، سواء أنفاق عبور الطريق أو أنفاق المترو أو أنفاق السيارات أو حتى الأنفاق اللي في الجبل، وبنسأل نفسنا هو إزاي ده اتحفر، وإزاي وهو بيتحفر ما وقعش فوق دماغهم. لا، والصعب بقى الأنفاق اللي بتتبنى تحت الأرض اللي في قاع البحر، وإزاي المية مش بتدخل جوه النفق أثناء الحفر وبعده، وإزاي النتيجة بتكون مبهرة ودقيقة كده. والشغل ده بيتنفذ في عالم ضلمة مش بيوصل له شمس ولا تنفس، والوصول ليه بيكون شيء معقد. أهلا بيكم، أنا علي عبد الخالق، وفي الحلقة دي هجاوبك على سؤال إزاي الأنفاق بتتحفر. لازم تبقى عارف ان الانفاق الحديثه ما بقتش تتبنى زي ما انت فاكر اليد البشريه والمعدات التقليديه، بقت بتتبنى بآلة حفر حديثه جدا وضخمه جدا اسمها تانل بورينج ماشين. والماكينه دي بتكون عامله زي التعبان المفترس اللي ماشي تحت الارض، وزنها آلاف الاطنان وطولها عشرات الامتار، وقطرها بيوصل ل 17 متر، ومفيش حاجه تتغلب عليها لانها بتكون ضد الميه وضد الضغط ومقاومتها عاليه جدا، ودي بتوفر عليهم وقت ومجهود جبار. ده غير انها بتوفر امان وسلامه لطاقم الحفر بدل ما ينهار عليهم الحفر، لكن مشكلتها في تكلفتها العاليه جدا وتكلفه نقلها وفكها وتركيبها اكتر من مره، ويتم التحكم في الماكينه من غرفه تحكم مخصوصه ليها في موقع الحفر. طيب بتشتغل ازاي بقى الماكينه دي؟ الماكينه دي بيكون فيها قرص دوار كبير بيدور جواه اسنان على استعداد انها تاكل اي انواع من الارض تعترض طريقها، سواء بقى رمليه او صخريه او حتى معدنيه، وده بيكون عن طريق ضغط الاسنان دي بنظام هيدروليك. بعدها بتبلع الردم اللي بيتكسر وتطرده لورا عن طريق حزام ناقل، بعدها بيتنقل على سيور بتوصل لاخر الماكينه، وبعدها بيتشال بأوناش وكراكات تانية. ده غير ان بيكون في قطر صغير جوه جسم الماكينه بيوصل الخامات وقطع الفولاذ لراس الماكينه. بيتم عمل حفره كبيره لحد مستوى النفق المطلوب في بدايه الخط، بعدها بيتم انزال الماكينه متفككه على اجزاء، بعدها بيجمعوها تحت وبيوجهوها تجاه الجدار عشان تقعد تاكل في الارض باسنانها الفتاك. عشان راس الماكينه دي تتحرك لقدام بيكون في اسطوانات هيدروليكيه قويه جدا بتمتد كل فتره معينه، واثناء الحفر الماكينه دي بتعزز جدران الحفر بعوارض من الفولاذ مصممه مسبقا بدقه عاليه جدا، وبتتحط باستخدام دراع ميكانيكي داخل الراس بيخليها تدور بشكل دقيق جدا وبيحط كل قطعه في مكانها. بعدها بتقوم الماكينه بالتحرك للامام عشان تعيد نفس الخطوه دي. طب هتقولي ازاي ما بيحصلش انهيار بعد تفريغ مكان الراس اللي حفره او حتى بين العوارض الفولاذيه في مساحه الحفر؟ وده اللي بتعمله الآلة برضو عن طريق صب طبقة سميكة من الخرسانة عشان تمنع النفق من الانهيار فوقهم وتملى الفراغ أو الجانب اللي بين الأسطوانة الفولاذية وبين النفق، وكمان تخلي قطع الفولاذ المتركبة تتماسك وتبقى قطعة واحدة، وكمان بتمنع تسرب المياه اللي في الأرض لمنطقة الحفر. والحاجة التانية اللي بتمنع تسرب المياه هو طبقة من العزل، بعدها طبقة داخلية أخيرة من الخرسانة المسلحة، وكل ده بيحصل أثناء الحفر، يعني حفر وبناء. وبعد ما بيوصلوا للجدار الأخير والماكينة بتشوف النور بيكون يوم عيد على كل فرق الحفر، وبعدها بيفكوا الماكينة أجزاء ويرفعوها زي ما نزلوها. لكن في نظرية تانية بتقول إنهم بيفكوا أجزاء معينة اللي هي السليمة بس، أما باقي الأجزاء المتهالكة بيحفروا لها حفرة كبيرة ويدفنوها ويصبوا عليها خرسانة، لأن الفك والرفع والخروج بيكون صعب جدا، ده غير التكلفة العالية، وبعدها النفق بيكمل مسيرته. أما عن مسألة الحفر فهي بتاخد شهور لو المسافة صغيرة، وده بيحصل قليل لأن تكلفة الحفر بتكون عالية بالنسبة لنفق صغير، لكن في الغالب بتاخد سنين لأن معظم المسافات بتكون طويلة، ولو طويلة قوي بقوا يستخدموا 2 ماكينة مش واحدة، زي ما حصل في حفر نفق من إنجلترا لفرنسا، وده أطول نفق تحت البحر. البريطانيين والفرنسيين بدأوا الحفر في اتجاهين معاكسين عشان يتقابلوا في نقطة واحدة، وكان لازم يظبطوا الحفر بمنتهى الدقة عشان يحصل تطابق في دوائر الحفر بدون زحزحة لإحدى الأطراف. وبعد 6 سنين من الحفر اتقابلوا ورفعوا الأعلام لبعض وحيوا بعض، وده برضو اللي بيحصل عندنا في مصر زي حفر محطات مترو الأنفاق الأخيرة وغيرها، وزي مثلا خطوط حفر تحت بعض المسطحات المائية واللي منها بيعدي من تحت نهر النيل عادي، واللي بيمر تحت قناة السويس اللي اختصرت زمن عبور شرق وغرب القناة من أيام على المعديات ل10 دقايق بس. وبكده تكون الماكينة دي بتحل مشاكل كبيرة جدا وبتوفر وقت ومجهود وأمان وسلامة
لكن ما بتوفرش فلوس. لكن ما نقدرش ننكر انها عملت طفرة في عالم الحفر الانشائي. وبما اننا بنتكلم عن انفاق فلازم نذكر مشكلة غرق الانفاق من الفيضانات والسيول، وهرد على سؤال ازاي بدأوا يحلوا مشكلة تعبئة الانفاق للمياه وقت الامطار او غيره. مؤخرا اخترعوا منطاد او بالون كبير بيتنفخ وقت تدفق المياه اسمه سدادة النفق المطاطية، ودي بتكون مخفية في اول او اخر النفق، وعند استشعار الخطر بتبدأ بالانتفاخ خلال 30 دقيقة بس، والخامة المصنوع منها بتساعدها في التمدد حسب شكل النفق بالظبط. لكن المصممين فاتهم حاجة صغيرة قوي، وهي مشكلة المياه اللي بتعدي من فرق قضيب المترو او القطر والبالون نفسه، فبيستخدموا ألواح معدنية عشان تساوي السطح وتقلل المشكلة. بس كده، هو ده حل لغز حفر الأنفاق، وكل المعلومات عن آلية الحفر والإنشاء ومعلومات الماكينة وكيفية تشغيلها وكيفية حل أزمة تعبئة الأنفاق بالفيضان.